قالوا زمان. قالوا زمان والحلقة الرابعة، ومثل جديد من أمثالنا الشعبية وأجدادنا قالوا إيه؟ اجري جري الوحوش غير رزقك لم تحوش. المثل ده متاخد من حديث قدسي ربنا سبحانه وتعالى كان بيخاطب الإنسان: يا ابن آدم، إن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت بدنك وعقلك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. مفيش مثل شعبي بيجي من فراغ. المثل ده بيتقال في حق الشخص الطماع اللي عاوز يستحوذ على كل حاجة ومش راضي عن حياته وكأنه عايز يمتلك الدنيا كلها. المثل ده عايز يقول لنا الرضا والقناعة باللي ربنا كتبه لنا. وفي مثل كمان بيأكد المثل ده: ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. حاجة واحدة في ايدي وانا راضي عنها احسن 1000 مرة من حاجات كتير مش ملكي ومش قادر احصل عليها. وربنا ادانا حاجات كتير قوي، المال رزق، والاولاد رزق، والزوجة رزق، وكل حاجة ربنا خلقها لنا هي رزق. ازاي بقى انا افكر اخد حاجة مش بتاعتي وانسيبها ليا واخدها ليا على انها رزق ربنا بعتهولي؟ مفيش عقل بيقول كده. طبعا مش معنى كده ان الكلام ده بيتعارض مع السعي ورا الرزق، ان انا مسعاش او ان انا استنى رزق يجيلي وانا نايم. بالعكس، لازم اشتغل واتعب الى اقصى حد. بس اوعى تتصور ان احنا مهما جرينا اشتغلنا وسعينا وعملنا كل ما نقدر في الدنيا دي ان هو ده السبب المباشر اللي هيعود علينا منه الرزق دوت. لا لا لا، الرزق مكتوب من قبل ما نتولد، رزقنا مكتوب. السعي بس عشان ربنا امرنا بالسعي وعشان احصل على اللي ربنا كتبه، مش عشان اخد حاجة مش بتاعتي ومش عشان اخد حاجة زيادة. كأن المثل ده بيأكد على ضرورة الأخذ بالأسباب بمنتهى الجدية، ولازم نسلم بالنتائج، بس ما نستسلمش. أسلم بالنتيجة عشان عارف إن ربنا هو اللي كتب لنا الرزق ده، بس ما استسلمش للنتائج دي. لا، أسعى كمان، وأسعى بزيادة، ولازم أتعب. ما ينفعش نتصور أبدا إن احنا مهما سعينا وجرينا إن هو ده السبب المباشر اللي بيعود علينا بالرزق. لا، الرزق مكتوب، بس احنا نسعى ونتعب نتعب، لكن مش هو السبب. احنا بس عشان ربنا أمرنا بالسعي. وكأن المثل ده بيأكد على ضرورة الأخذ بالأسباب بمنتهى الجدية، ولازم نسلم بالنتائج والرزق اللي ربنا كتبه لنا، بس ما نستسلمش. لا، نشتغل ونتعب، بس نسلم بالنتائج اللي ربنا كتبها لنا. الإمام الشافعي بيقول إيه عن الرضا؟ دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، ورزقك لا ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. لازم نحمد ربنا دايما ونرضى باللي ربنا كتبه لنا، والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، والقناعة كنز لا يفنى. في قصة قصيرة كده عن الرضا والقناعة وإن احنا نرضى بالمقسوم واللي ربنا كتبه لنا. كان في راجل غلبان بيشتغل عند راجل غني. الراجل ده في يوم من الأيام غاب عن الشغل، فالراجل صاحب الشغل استغرب، أو هو غاب ليه؟ طب هو مش عاجبه الأجر؟ طب أنا هزوده. وفعلا زود له المرتب. لما غاب ورجع بعد ما غاب، جه بيديله المرتب آخر الأسبوع أو آخر الشهر، زود له المرتب. فالراجل ما اتكلمش، الراجل غلبان ما اتكلمش، خد الفلوس ومشي. الشهر اللي بعده أو بعد فترة، الراجل الأجير الغلبان ده غاب تاني. صاحب الشغل زعل قوي، قال الله، طب غيب تاني ليه؟ ما أنا زودته. قال طب اللي أنا زودته له أنا هقلله في مرتبه المرة دي. وفعلا قلله في المرتب. الراجل الأجير الغلبان الفقير خد المرتب قليل وبرضه ما اتكلمش. فالراجل صاحب الشغل استغرب قوي، راح جايبه قال له انت مرة زودتك في المرتب ما اتكلمتش، ومرة قللتك في المرتب ما اتكلمتش، انت ليه كده؟ يعني انت ازاي في الحالتين ما اتكلمتش؟ قال له والله انا راضي. في المرة الاولى كان جاي لي مولود، مراتي ولدت
ولما انت زودت لي المرتب قلت سبحان الله ربنا باعت لي رزق المولود. وفي المرة التانية لما غبت كانت أمي ماتت، ولما انت قللت المرتب قلت سبحان الله ده كان رزق أمي وربنا قطعه، وحمدت ربنا. هي دي فعلا القناعة، وهي دي الرضا بالمقسوم، والرضا برحمة ربنا علينا، والرضا برزق ربنا. كنت معاكم أحمد عبد العزيز، دمتم في أمان الله.